ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد شرع على قناة اليوتيوب. من فضلكم مفعلش الجرس، يفعل الجرس، دو اشتراك ولايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. عايز اتكلم قبل اي حاجة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب. دايما تكون سنة مليئة بالتفاؤل والامل وكل الاشراق وكل الحاجات الجميلة اللي انتم ممكن تتخيلوها. اوكي. النهارده عايز اتكلم واقول لكل الناس اللي شايفيني دلوقتي، شايفين الفيديو. خليك دايما متفائل. تمام، ده واحد. خليك دايما عندك امل في بكره. خليك عندك دايما احساس انك هتوصل في يوم. ده قبل اي حاجه يعني، وقبل ما نبدا في اي كلام. هنتكلم النهارده عن في ناس كتير يعني حطينا لهم او وضعنا لهم مكانه في حياتنا وهم ما يستحقوهاش. ناس باكين عليهم كتير وبذلنا مجهود وطاقتنا عليهم وهم ما يستحقوش. ناس كانت كل حياتهم معانا هزار ولعب، لكن في وقت الجد ما كناش بنلاقيهم. كتير مننا حصل لنا، سواء من الشباب او البنات عموما، ان بيقابلهم ناس في حياتهم، صحاب او اصدقاء او اخوات حتى او قرايب. بنصاحبهم ونتعامل معاهم وبنحبهم وبيحبونا. بعد كده بنكتشف ان الناس دي ما تستحقش. انا النهارده جاي احذرك واقول لك تتعامل ازاي وتعمل ايه. واحد، صلى على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. ده واحد. اتنين، خليك دايما الكل اصحابك وانت مصاحب ربنا ونفسك بس. ازاي الكلام ده؟ خلي كل اصحابك والدنيا تمام، بس انت مش مصاحب كل الناس دي. اسرارك مش معاهم. اسرارهم معاك دايما، لكن سرك مش مع حد، مع نفسك. لانك دايما اللي قدامك ده بجيبها لك ملخص، عمره ما يكون امين معاك. فجرب تخلي اسرارك مع نفسك. ده تاني حاجه. تالت حاجه، ما تامنش للي حواليك. لان اذا كان الانسان من طبعه، تمام، اذا كان الانسان من طبعه عدواني وناكر للجميل، او اذا كان الانسان من طبعه بيأذي نفسه، واي حد منا بيأذي نفسه عموما في اي حاجه من يعني عموما اي واحد منا سواء ولد او بنت بيأذي نفسه ازاي؟ اذا كان هو مثلا في بعض الاحيان بيعصي ربنا او بيخطأ او تمام، فالاولى ان هو مش حريص على نفسه، فازاي يبقى حريص عليك؟ اذا كان هو ممكن ما يكونش امين على نفسه، استحاله يكون امين عليك. تمام، فما تامنش لحد. دي تالت حاجه. رابع حاجه، دايما خلي في حدود بينك وبين اي شخص او بينك وبين اي بنت انت بتعامليها. حطي حد فاصل، خط اسود او خط احمر بمعنى اصح كده، انا بسميه الخط الاسود، اللي هو بمعنى اصح بيعرفك عدوك من حبيبك. حط خط كده، مسافة، ما تخليش حد يقرب منها ويعدي. دي نمرة 4. نمرة 5، تمام، حاولوا دايما تختبروا الناس اللي في حياتكم يا جماعة. بيقول لك كتر خيرك في الشدة عرفتني عدوي من حبيبي. فحاول دايما، تمام، تختبر اللي قدامك مهما كان الاختبار بسيط وصغير، لانه بيحمل قيمة كبيرة جدا. فجرب تختبر اللي حواليك، في فلوس، في مصالح، في اي حاجة، شوف رد فعله ايه. بيقول لك اكتر حاجة عايز تكتشف اللي قدامك ده هيبقى معاك ولا لا. اقع، اتألم، عيط، ابكي، اقع في مشاكل ومصايب، شوف هيعمل ايه معاك. هتعرف معدنه، اذا كان معدن صلب ولا هش، اذا كان معدنه عيار 21 ذهب ولا فلس وقشرة. ده اللي هيحدد لك اذا كان الشخص ده يستحق يكون مكانك ولا لا. ده اللي هيحدد لك اذا كان الشخص ده هيفضل معاك ولا ضدك. ده اللي هيحدد لك اذا كان الشخص ده جنبك وبتاع كلامه وبتاع وقته، تمام، ولا لا اصيل في كل الاوقات. فدي من ضمن الحاجات اللي هتخليك تفهم اللي حواليك، انك تكون مراقب للي حواليك. طول ما انت مراقب للي حواليك وفاهم كل شخص على ايه، هتقدر تتعامل مع الكل، هتقدر يبقى عندك درايه اكتر، يبقى عندك ثقافه اكتر، يكون عندك ذكاء، تفهم اللي حواليك، تفهم طباعهم ايه، تفهم شخصياتهم. يخليك مراقب. خلي دايما عندك دهاء وذكاء، تمام، وخلي دايما عندك سرعه بديهه انك تقرا اللي حواليك. تمام،
دايما بقول اي كتاب لو انت عايز تقراه اوعى تحكم من ايه، من المجلة، لا ادخل الكتاب واقرأ وتعمق فيه. ذلك الانسان. فدي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تعرفها، اللي هو يعني انا مثلا عايز اعرف الانسان او الشخصية اللي قدامي دي، تمام، لازم اغوص فيها واشوفها واعرفها، ما احكمش على حد من بره، لازم اعاشره. تمام. وعايز اقول ان الخير موجود، وان اوعى تحكم على حد من براه، لا ده مش معناه ان مفيش ناس حلوه، لا في ناس حلوه، في ناس كويسه، وفي ناس تستحق الاحترام والتقدير والحب. في ناس، بصوا الحب ده ما اتخلقش على الناس النقيه، تمام. الناس دي هي اللي تستحق الحب وتستحق الحياه وتستحق كل حاجه جميله. الحب ما اتخلقش الا عشان الناس اللي هي هو ده الحب اتخلق عشانه، ما اتخلقش عشان حد تاني يعني. عايز اقول ان في امل، وان كل انسان هياخد اللي هو عايزه، بس في الوقت والمقدر اللي ربنا حدده له. عليك انك ترضى وتحاول وتجتهد وتسعى، وصدق ان ربنا هيكرمك. عايز اقول ان الحياه جميله، بس حاول اجتهد، اشتغل على نفسك، ما نيأس، نجرب نحلم، نجرب نصحى من الغيبوبه اللي احنا فيها، نجرب نضحك. احنا ليه ما بنضحكش؟ ليه ما بنهزرش؟ ليه كاتمين على نفسينا؟ ليه دايما في حته ان لازم ان انا اكون مثلا كاتم على نفسي او مكتئب؟ او الحياه مش كده. اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. جرب، عيش يومك، احلم، حقق، اضحك، هزر، عيش حياتك. طب ليه ده كله؟ الدنيا مش دايما، والدنيا ما تستحقش تعبك ده، وما تستحقش اكتئابك وحزنك وخوفك ويأسك. الدنيا مش مستحقه كل ده، هنموت. الدنيا ما تستحقش كل ده، فهنموت كلنا، مش هناخد غير الكلمه الطيبه. انت مش هتعيش الا مره واحده، يبقى اكل واشرب وعيش واضحك والبس واعيش واعمل كل اللي عايزه. الحكايه مش هتقف على حاجه. بصوا، من سنه ربنا في الكون مفيش بلاء بيدوم، مفيش وباء بيدوم. فتيقن يوم حلو على يوم مر، تيقن النهارده وحش بكره يبقى احلى. اسعد، انت هتعيش مره واحده. اشوفكم على خير في حلقه جديده وبرنامج جديد من قناه محمد شعراوي. السلام عليكم.